تعالى اقول لك طريقه حلوه تقص بقى شعرك على الفوتوشوب من غير كلام كتير. يلا بينا. ده الصوره اللي هنبدا نشتغل عليها. كل اللي انا عايز اشيل الباك جراوند بتاع الصوره واظبط الشعر بعد كده. اول هاجي هنا على الباك جراوند واخد كنترول جي، اخد نسخه منه والغي الباك جراوند اللي تحت. بعد كده هاجي على الاولى دي واجيب الاداه من ادوات السلكشن واختار هنا سيلكت اوبجكت. بالذكاء الاصطناعي هيبدا يختار لي صوره الشخص. وبعدين هجيب اداه السلكشن تاني اللي هي الكويك سلكشن تول، طبعا كنا شرحناها قبل كده، وابدا اشيل من التحديد اللي انا مش عايزه. ابدا ادخل على الاماكن، الجزء اللي هو الدراع بتاع الشمال ده، وابدا اشيل الجزء ده من السلكشن. ادوس الت وانا شغال علشان اشيل الجزء ده من السلكشن وبس كده. وخلينا بس نبقى فاهمين ان انا مش ههتم خالص بالجسم في التوتوريال ده، انا ههتم بالشعر بس. بعد ما عملت سلكشن هاجي هنا على اللاير اللي انا عملت عليها السلكشن واختار ماسك. طيب بعد ما عملت ماسك، في الظاهر حوالين الشعر زي ما انت شايف كده الوان من الباك جراوند، هي دي اللي انا هبدا اشتغل عليها وهبدا اشيلها. طيب هبدا ادوس على الماسك هنا واختار سيلكت اند ماسك. هيبدا يفتح لي الواجهه الخاصه بالبروبرتيز بتاع الماسك واللي انا هبدا اعدل عليها. دي الواجهه بتاعته ودي ادوات الماسك، واهمهم طبعا هي اداه الريفاين ايدج. طيب كل اللي انا عايزه ان انا هشيل الجزء الاصفر من الشعر. طيب الجزء اللي على اليمين هنا في برضو خصائص او بروبرتيز للماسك، وفي هنا كلر ده لو دوست عليها، او الكلر ده هو اللون الباك جراوند اللي انا شغال عليها، لو دوست عليها هبدا اغير اي لون. هو ما هو الا بيغير اللون بتاع الباك جراوند اللي انا شغال عليها الماسك. طب وخليني اقول لك حاجه بالنسبه للكلر. الكلر فايدته او ليه وظيفه مهمه جدا واحنا شغالين. بعد ما اعمل سيلكشن للشخص ده المفروض هنقله لباك جراوند بلون تاني. هشوف الباك جراوند اللي باللون التاني دي اللون بتاعها ايه، وهبدا اختاره هنا في الكلر او لون قريب منه قوي. طيب ليه؟ زي ما انت شايف كده ان الكلر اللي انا شغال عليه هو يعتبر الباك جراوند بتاع الاوبجكت اللي انا شغال عليه. ودلوقتي انا هعمل ريفاين ايدج للشعر وهبدا اظبط الشغل بتاعي بناء على الباك جراوند اللي ورا. المشكله بقى فين؟ المشكله ان انا ممكن اظبط الشغل بتاعي واظبط الشعر وانا شايف ان هو كده خلاص وما عادش محتاج حاجه، واختار الاوبجكت بتاعي، او لما اجي انقل الاوبجكت بتاعي للباك جراوند الاخيره او النهائيه اللي بلون مختلف غير اللي انا شغال عليه، يبدا يظهر عيوب في الشعر انا ما كنتش واخد بالي منها. فمهم جدا الباك جراوند النهائيه اللي انت هتنقل لها الشخص بعد كده، اشوف اللون بتاعها ايه، وهو ده اللون اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. طيب تعالى نكمل وهفهمك دلوقتي. طيب هاجي هنا اختار اللون اللي انا هشتغل عليه، او دي الباك جراوند النهائيه اللي المفروض انا هشتغل عليها، فاخترتها من دلوقتي علشان يبقى شغلي تمام. بعد كده هبدا ازوم واختار، او هبدا دلوقتي هعمل ريفاين ايدج للشعر في الاماكن اللي انا عايز اشيل منها لون الباك جراوند اللي فاتت اللي هو اللون الاصفر ده. هبدا اشتغل او اجيب الريفاين ايدج دلوقتي وابدا امشي على حواف الشعر. طيب جبت كده الريفاين ايدج، ابدا امشي على الاجزاء اللي فيها اللون الاصفر للباك جراوند فقط، وما احاولش ادخل على الشعر خالص. ما ينفعش ادخل على الشعر خالص، لا انا همشي بس على الحواف من بره، اتاكد ان اللون الاصفر بتاعت الخلفيه اللي فاتت خلاص راح بالشكل ده كده. لازم تكون دقيق وانت شغال جدا، وهو بالذكاء الاصطناعي بيبدا يفرق ما بين لون الشعر وما بين لون الخلفيه اللي فاتت. طيب هاجي هنا على الجزء اللي تحت برضه هشيل الاجزاء اللي انا شايف انها باينه دلوقتي، والناحيه التانيه برضه نفس الموضوع، اشيل برضه الجزء التاني دوت. خد بالك انا بهتم في التوتوريال ده بهتم بالشعر فقط، انا مش ههتم بباقي الاوبجكت خالص، انا ههتم بالشعر فقط. طيب انا كده شايف ان هو كده تمام، ممكن اشوف اوكي واشوف النتيجه اللي انا وصلت لها، بس احنا هنحاول نظبط الموضوع اكتر من كده. ابدا اروح هنا على سوليد كلر واختار لون الباك جراوند النهائيه واحطها تحت صوره الشخص واشوف ايه اللي ناقص علشان ابدا اعدل عليه تاني. طيب انا شايف كده ان الحواف من بره فيها لون اصفر شويه، انا عايز اظبط اللون ده. طبعا لو حاولت اغير الالوان، ده اللي انا كنت بقول لك عليه دلوقتي، لما جيت غيرت الالوان تاني ظهر عيوب في الشعر او ظهر اللي ما كانش ظاهر وانا شغال. فهاجي هنا على الاجزاء اللي هي الحواف اللي بره انا عايز اظبطها. طيب هاجي اعمل ايه؟ هاجي اقف على الماسك، هدوس كنترول وكليك شمال، هيبدا يعمل لي سيلكشن حوالين الشخص. طيب اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبدا السيلكشن اللي حصل ده ابدا اعمل له كونتراكت. طب بقيمه كام؟ بقيمه مثلا ممكن نخليها 15 بكسل. هو كل السلكشن هيبدا يدخل جوه شويه، ولو انت ملاحظ معايا ان هو سيبنا حواف بره. طيب انا عايز، لا ده انا عايز الجزء اللي بره ده هو اللي يبقى معايا في السلكشن، وبقيه الشخص انا مش عايزه معايا. فاجي هنا هدوس كنترول شيفت اي علشان اعكس السلكشن كده، بقى جزء الحواف اللي بره ده هو اللي معايا.
هبدأ دلوقتي اروح للصورة بقى تاني واجيب البرش والون الجزء اللي بره ده بنفس لون الشعر علشان اشيل منه الجزء الاصفر اللي باين. هجيب البرش واتاكد من الاوباستي 100%، وهجيب هنا اختار لون او القط اللون بتاع الشعر وابدا امشي على الحواف بتاع الشعر بالشكل دوت لحد ما ابقى نتيجه مرضيه. اعيد مره او اتنين وانا شايف ان احنا كده وصلنا لنتيجه كويسه. ممكن اشيل السلكشن وابدا اتفرج. بالظبط كده احنا شايفين ان هو كده وصلنا لنقطه كويسه. تعال نغير بقى بقيه الالوان. هنلاقي فعلا ان احنا لو اخترنا اي لون ايا كان احنا ظبطنا الشعر وكله تمام. فدي احسن طريقه انا شايفها انك ممكن تشيل بها او تقص بها الشعر كويس جدا. ده النتيجه قبل وده النتيجه بعد. واخيرا يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه وتكون سهله وقدرت اوصل لكم الفكره. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم.